كاينين اسماء في التاريخ اللي غير كتسمعهم كيتبدل المزاج ديالك، وواحد من هاد الاسماء هو اسامه بن لادن. بالنسبه لبزاف ديال الناس هو العقل المدبر وراء واحد من اخطر الهجمات الارهابيه في العالم، وبالنسبه للاخرين كان كيتشاف بحال رمز ديال المقاومه ضد الغرب. ولكن السؤال الكبير، شكون هو اسامه بن لادن بصح؟ وكيفاش ولا من ولد عائله غنيه في السعوديه الاخطر مطلوب في العالم؟ وشنو هو التاثير اللي خلى من وراء الوفاه ديالو؟ اليوم غادي نحكيو القصه ديالو كامله. سلام، مرحبا بكم في فيديو جديده. ما تنساوش تخليو واحد لايك او كومنت فيه الاراء ديالكم. بلا ما نطول عليكم، اجي نشربوا اتاي بالدارجه. اسامه تزاد في 1957 في الرياض. باه كان ملياردير كبير، محمد بن لادن، اللي كان قريب من العائله الملكيه في السعوديه. يعني اسامه تربى في النعيم، ولكن عكس بزاف ديال الناس الاثرياء هو اختار حياه محافظه ومتدينه بزاف. قرا في الجامعه الاسلاميه في جده، وتلاقى بزاف الناس متاثرين بالفكر الجهادي. وفي 1979 ملي السوفييت دخلوا لافغانستان، اسامه ما ترددش، مشى ولا واحد من الممولين الكبار ديال المجاهدين. بالفلوس ديالو بنى مخيمات، ساعد المقاتلين، وبدا كياخد النفوذ. هنا بالضبط فاش تبدات الشخصيه الجهاديه ديالو كتكون، وهو يأسس القاعده. في 1988 أسامة رسميا أسس القاعدة. الهدف ديالها كان كيوجد فيها المقاتلين تحت راية وحدة ديال الجهاد العالمي. وفي السنوات الأخيرة ديال التسعينات بدا كيبان العداء ديالو لأمريكا بزاف، خصوصا ملي تمركزوا الجنود الأمريكيين في السعودية في حرب الخليج. وكانت عنده فكرة وحدة: حضور الغرب في الأراضي المقدسة جريمة. من بعدها بداو الهجمات، بحال هجمة 1998 والهجمة اللي دار في 2000 على اليو اس اس كول في اليمن. هادشي خلاه في رأس لائحة المطلوبين عند أمريكا، ولكن العالم ما كانش عارف شنو غادي يجي من بعد. نهار 11 شتنبر 2001، هاد النهار اللي ما يمكنش يتنسى عالميا. 4 ديال الطيارات تسرقوا، جوج ضربوا في البرجين التجاريين العالميين في نيويورك، وحده في البنتاغون، والرابعه طاحت في بنسلفانيا. مرمى المسافرين قاوموا. عدد كبير ديال الناس اللي ماتوا في هذه الهجمه الارهابيه هذه. هذه اللحظه بدلت العالم. امريكا دخلت في الحرب ضد الارهابيين، غزات افغانستان باش تطيح بالناس اللي كانوا كيحميو بن لادن، ولكن هو هرب ولا كيمثل وجه ارهابي عالمي. 10 سنين تقريبا وهو كيتخبى، كيبان غير في الفيديوهات والكاسيطات، كيهدد الناس وكيشجع الاتباع ديالو. حتى ل 2011 المخابرات الامريكيه وصلت لواحد المدينه في باكستان، دار كبيره زوينه ومحروسه، ولكن المهم فيها هو ما فيهاش التكنولوجيا بزاف. داكشي علاش شكو فيها. في ليلة 2 ماي 2011 القوات الخاصة الأمريكية داروا عملية سرية كان سميتها نبتون سبير. في لحظات كان أسامة مقتول. الجثة ديالو حسب الرواية الرسمية تدفنات في البحر باش ميبقاش عندها قبر، واللي يقدروا يعتبروه البعض رمز للتمجيد. الناس في أمريكا فرحوا واحتفلوا، لكن الإرهاب ما سالاش، القاعدة بقات، ومن بعد خرجت تنظيمات أخطر بحال داعش. ولكن هو من ورا ما مات خلى واحد الأثر اللي هو كبير عالميا، حيث أنه تسبب في حروب طويلة في أفغانستان والعراق، بدل السياسات العالمية على الأمن والمراقبة. بحال فاش كتبغي تمشي دابا لايغوبور كاين واحد السيكوريتي اللي مشددة. خلق موجة تاع الإسلاموفوبيا عالميا. الإسلاموفوبيا هو الكره المشدد للمسلمين بسبب أسامة بن لادن، واللي هاد المسلمين اللي كيتكرهوا دابا ما عندهم حتى علاقة به. اليوم بن لادن باقي كرمز عند شي ناس، رمز مقاومة، ولكن عند الأغلبية رمز للتطرف والدمار والإرهاب. أسامة بن لادن ولد عائلة غنية، اختار طريق العنف والتطرف، ولا أخطر مطلوب في العالم. حتى بعد ما مات الأثر ديالو باقي كيتشافى منه العالم. القصة ديالو ماشي غير على راجل واحد، ولكن على كيفاش الأفكار، السياسة والعنف يقدروا يبدلوا مجرى التاريخ كامل. غادي تكون هذه هي الفيديو تاع اليوم. كنتمنى الى عجباتكم تخليو واحد لايك او كومنت وسبسكرايب. تهلاو.